مرحبا بكم غالياتي في فيديو جديد في وصفه جديده. اليوم حبيت نشارك معكم مسكوتشو في المول الاسطوري، من اروع ما يكون، خفيفه قطن يا البنات، بدون تعب بدون خلاط. اذا بالفوي برك راح تتحصلوا على مسكوتشو من اروع ما يكون. البنات هذيك خفيفه ما صراتش يا البنات. مسكوتشو راح تعجبكم بزاف، تعجب افراد العائله. اذا نتمنى حبيباتي تجربوها لقهوه العشيه، تفرحوا بها افراد العائله. خليكم بدون اطاله مع راح الوصفه بالتفصيل. واش نحتاجو البنات؟ بسم الله. عندنا لهنا 2 بيضات، عندنا هنايا نص كاس سكر، الكاس يتعبروا به تاع 220 ملل، وتقدروا تفوتوا نص كاس شوي برك هكذا باش ما تجيكم الحلاوه سوا. اذا نخلطوا السكر تاعنا والبيض حتى يذوب لنا السكر. هنايا بطاغون تاع القارص ولا تاع التشينا كيما تحبوا. هنا ما بقاليش فيه بزاف، اذا ولا تحبوا تحطوا تزيدوا البنات تحطوا الزاز تاع القارص ولا تاع التشينا، راح يعطيكم بنه ولا اروع. انا ما كانش متوفر عندي للاسف. حطيت بطاغون، نفس الكاس نص كاس زيت، ونخلطوهم مليح. كاس الا ربع كما راكم تشوفوا البنات، تقريبا ثلثي الكاس حليب سائل. هنا البنات مغرف اللي هي مايزينا. البنات جربوها بالمايزينا راح تجيكم واحد القوام روعه يا البنات. انا ديما نحط في المسكوتشو تاعي نحط لها هذه المغرف تاع المايزينا، راح تبدل فيها روعه في القوام تاع المسكوتشو. نضيفو في الفرينه. عندي هنايا الكاس الاول راح نحط له خماره حلويات 10 غرام، حاولوا لهنا البنات برك تخلطوا الفرينه تاعكم مليح. الكاس الثاني نحط النص برك ونشوفوا. بالنسبه للكاس البنات عبروا بالكاس تاع 220 ملل. هنا كما راكم تشوفوا القوام هذا هو البنات. هزت لي دات لي كاس ونص فرينه. مانيش راح نزيد الفرينه. شوفوا البنات القوام باش هكا تجينا المسكوتشو تاعنا تجينا خفيفه. مغرف خل ماذا بكم البنات خلي يكون ابيض هكذا راح يعطيكم واحد الخفه ولا اروع للمسكوتشو. هنا البلاط تاعنا المول الاسطوري اللي طول تاعو 10 عفوا 30 على 10. نعاود لهنا نخلط العجينه تاعي لانه راني البنات كنت ندهن نوجد في البلاط تاعي هكذا باش نزيدو نخلطوا العجينه تاعنا مليح، ونجو نفرغوا المسكوتشو تاعنا بهذا الشكل. زيدوا شوفوا لي البنات القوام تاع العجينه البنات كمشه تاع زبيب كيما راكم تشوفوا البنات. اذا نحطوها هنايا في الفرينه، رمدوها في الفرينه هكذا باش ما تهبطناش لتحت كامل، ونحاولوا نوزعوا هذيك الكميه تاع زبيب على كامل المسكوتشو تاعنا بهذا الشكل. ندخلوا المسكوتشو تاعنا طيب على فرن نكونوا سخناه مسبقا على اقصى درجه. ندخلوا المسكوتشو تاعنا طيب ونزيدوا نحمروها البنات من فوق وشوفوا التزيين مع بعض. شوفوا حبيباتي المسكوتشو تاعنا بعد ما قطعناها كما راكم تشوفوا البنات تجي خفيفه قطن. وصفه في منتهى الروعه مع هذيك المغرفه تاع المايزينا، واذا عطات لها واحد الخفه ما صراتش يا البنات. نتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. خلوا لي رايكم في التعليقات، جربوها حبيباتي لقهوه العشيه راح تعجبكم بزاف. نختموا الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني غالياتي في فيديو جديد. سلام.